الموضوع فعلا ورقة ضغط، فما الذي تطمح إليه إسرائيل وكيف يمكن أن يتفاعل المغرب مع ذلك؟ وماذا عن دور الولايات المتحدة في كل هذا وهي التي كانت رعت اتفاقيات إبراهام كما تسمى؟ أسئلة وغيرها سأطرحها على ضيفي ينضمان إلي من واشنطن. بداية الدكتور محمد الشرقاوي أستاذ تسوية الصراعات الدولية وعضو لجنة الخبراء في الأمم المتحدة، وعلى الجانب الآخر مع السيد آفي ميلاميد الباحث الاستراتيجي والخبير في شؤون الشرق الأوسط. سيدي أهلا بكما معنا. أهلا وسهلا. أهلا وسهلا. سيد آفي ميلاميد، سأبدأ معك. العديد قرأ تصريحات وزير الخارجية الإسرائيلي بشأن اعتراف بلاده بسيادة المغرب على الصحراء، اعتبرها كنوع من الابتزاز أو على الأقل نوع من الضغط. لا أعتقد ذلك ابتزاز أو ضغط، بس موقف إسرائيلي شرعي. فهذا الموضوع يجب النقاش بالنسبة لهذا الموضوع ليس فقط بين إسرائيل والمغرب ومع ذلك كمان مع النظام الأمريكي الحالي. فهناك موقف إسرائيلي أن من ناحية بالفعل كما تفضلتي هناك علاقات ودية بين إسرائيل والمغرب. طبعا هناك بشكل طبيعي هناك شبه أو جزء من المواضيع الذي يجب أن يتم النقاش حولها، وأحد من هذا الموضوع فهو موضوع الاعتراف الإسرائيلي الرسمي بسيادة المغرب في الصحراء الغربية. لكن اللافت في الموضوع سيد آفي ميلاميد أنه عندما زار أمير أوحنا المغرب مؤخرا بدا الأمر وكأنه قاب قوسين أو أدنى، وكأن الاعتراف الإسرائيلي بات وشيكا، ثم جاء هذا التصريح الذي أدخل نوع من الشرط، اعتراف مشروط. لا أعتقد أن نتكلم عن شرط إسرائيلي، ولكن فعل أعتقد أو أتوقع أنه من المحتمل أن خلال الأشهر المقبلة وربما خلال المؤتمر المزمع عقده بزمن الشتاء سيكون هناك شبه أو رسميا شبه كامل رسميا اعتراف إسرائيلي بسيادة المغرب. يعني هو شرط تعترف بذلك، لكنه ليس ابتزاز أو ورقة ضغط. بالضبط. طيب، أذهب إلى السيد محمد الشرقاوي على الجانب الآخر من واشنطن أيضا. الضيف آفي ميلاميد يعتبر بأنه مجرد شرط من قبل إسرائيل، ربما لا هو ضغط ولا ابتزاز ولا محاولة للمقايضة. كيف تقرأ أنت هذه التصريحات؟ بعد مرور 30 شهر على التطبيع أو صفقة الاعتراف بين المغرب وإسرائيل، كان من المفترض ألا تكون هناك شروط على الطاولة بالأساس. هذا اجتماع في جلسته الثانية هندسه وزير الخارجية الإسرائيلي السابق يائير لبيد على أساس أنه يجمع 5 دول عربية مطبعة بما فيها مصر على أمل انضمام الأردن مستقبلا وبمعية إسرائيل والولايات المتحدة. لكن عندما يأتي هذا التماطل الإسرائيلي وهناك ليس مجرد ابتزاز، هو بصراحة لي ذراع الرباط على أن تقبل بعقد اجتماع وليس قمة النقب، هو مجرد اجتماع لوزراء الخارجية، فينبغي ألا ننفخ لا في مستواه التمثيلي ولا في قيمته الاستراتيجية. فيبقى فقط من الناحية الرمزية أن هناك حلقة سياسية تجمع هذه الدول المطبعة، وإسرائيل تريد أن تنفخ في هذا الاتجاه أكثر باتجاه الرياض وعواصم أخرى. إذا كانت فعلا إسرائيل تريد أن تمضي الأمور حسب فلسفة التطبيع لا ينبغي طرح أي شروط أو أي أدوات أخرى للضغط. والآن المغرب يقولها صراحة إن هناك علاقات دبلوماسية غير مريحة، وهناك يعني نوع من الغيض الآن الضمني بطريقة ذهبت أكثر من الابتزاز. السيد محمد الشرقاوي، ما غاية إسرائيل من ذلك برأيك؟ أولا حكومة نتنياهو الجديدة بمنحاها اليمين المتطرف، وأيضا في ضوء سياسة توسيع الاستيطان، والاستيطان الآن يصل أعلى مستوى له منذ عام 2012. هذا العام هناك 3 أضعاف ما تم بناؤه كمستوطنات العام الماضي. نضيف إلى هذه الورطة أيضا الاقتحام العسكري في جنين، وهناك الآن انزعاج ليس عربي وإسلامي فحسب، انزعاج دولي بأن هذه السياسات الليكودية المتطرفة وهناك الصهيونية الدينية الإسرائيلية التي تنفخ في يعني هؤلاء القادة الإسرائيليين الجدد، كل هذه الأمور تضع حكومة نتنياهو في المأزق. يحتاج إلى متنفس الدبلوماسي، واجتماع النقب هو من هذه الخيارات الممكنة على أن مسيرة التطبيع تظل، وأن إسرائيل تريد أن تناور وتحصل على المكاسب لها بالجملة، لكنها في المقابل لا تتنازل
إلا مرغمة بالتقسيط لمكاسب الدول الأخرى. فإذا وضعنا التطبيع كفلسفة سياسية بالكامل نرى أنه دائما ينحو منحا إسرائيليا، منحا ليكوديا، ولا يعطي. فالآن المغرب يعني المفروض على الدبلوماسيين المغاربة أن سنأتي على هذه النقطة بعد قليل. سيد محمد الشرقاوي، رد فعل المغرب، فقط أنقل هذه النقطة، وجهة النظر إلى السيد أفي ميلاميد. كان لافتا إذن تصريح وزير الخارجية الإسرائيلي وقبله وزير الخارجية المغربي عندما قال بأن إسرائيل تقوم بتصرفات استفزازية بالسياسة الاستيطانية، وأيضا ما حدث مؤخرا في الضفة الغربية وما يحدث حتى الآن في جنين. إسرائيل هل هي الآن في موقع أو في موقف حرج وتسعى ربما لتثبت للعالم بأنها دولة سلام عبر عقد اجتماع النقب وإجبار المغرب على عقده؟ اولا اوافق مع زميلي المحترم عندما يتكلم عن المأزق تمر به حكومه نتنياهو. فعلا حكومه نتنياهو تسعى الى كسب انجازات دبلوماسيه والى اخره، ولكن مع ذلك يجب ان ناخذ بالحسبان ان العلاقات بين دولتين ليس بالضبط علاقات التي مرتبطة بشروط أو بابتزازات. هناك طبيعة الأمور، هناك بين دول العالم هناك علاقات ودية، ومع نفس الوقت يمكن أن تكون هناك شبه من الخلافات أو سوء التفاهم أو وجهة النظر المختلفة بموضوع أو بآخر. عندما نتكلم عن التعاون أو العلاقات بين إسرائيل وبين المغرب، هناك من ناحية فعلا بيجوز بعض من نقط الخلاف وهي نقط شرعية طبعا، ولكن من ناحية ثانية هناك نقط للتعاون بين الجانبين، لأن هناك في بعض من المجالات هناك تكاتع للمصالح بين إسرائيل وبين المغرب. لكن سيد أبي ميلاميد، إسرائيل تعرف بأن قضية الصحراء هي قضية المغرب الأولى، وبالتالي أن ربما تحاول الضغط في هذه النقطة تحديدا، فهذا يبين أن إسرائيل تعلم ما تفعله. فعلا كما هناك استياء من الغرب المغربي بكل ما يتعلق بموضوع السياسة الإسرائيلية تجاه القضية الفلسطينية، ربما يكون هناك شبه من عدم الموافقة بين إسرائيل وبين المغرب بكل ما يتعلق بموضوع الصحراء ربما. ولكن حسب رأيي وحسب تحليلي نهاية المطاف بناء على تكاتع المصالح بين الدولتين من المحتمل جدا أن يكون هناك نهاية المطاف يكون هناك شبه من اعتراف إسرائيلي رسمي بسيادة المغرب. فهناك كما تفضلت هناك كما قلت سابقا هناك موافقة بين إسرائيل وبين المغرب بالنسبة لكم من النقط الأساسية والرئيسية والمركزية فيما يشمل على فكرة موضوع الصحراء الغربية. ولكن تمثيل ذلك عن طريق الاعتراف الإسرائيلي الرسمي من المحتمل أن يتطاول، ولكن أيضا من المحتمل أن ينهي أو نوصل لهذه المرحلة خلال المؤتمر المزمع عقده هذا الشتاء. مؤتمر النقب أو اجتماع النقب. سيد محمد الشرقاوي، تحدثنا قبل قليل عن الدبلوماسية المغربية، ما الذي يفترض أن تقوم به؟ وهنا أسأل أيضا، أليست الدبلوماسية المغربية أيضا في موقف محرج أمام الجماهير المسلمة والعربية؟ أولا حتى نبقى يعني في إطار الواقعية السياسية وتبادل المصالح، لا نتهم بأننا أفلاطونيين أو طوبويين، نبقى مع هؤلاء الواقعيين. هذا السؤال الآن عن موقف إسرائيل من سيادة المغرب على الصحراء كان من المفترض أن يكون قد حسم قبل 22 من ديسمبر عام 2020، أي قبل توقيع المغرب وإسرائيل والولايات المتحدة على الاتفاق الثنائي في حقبة دونالد ترامب. فكان من المفترض أنه تحصيل حاصل إذا كانت إسرائيل جزءا من هذا الاتفاق، وإذا كانت الرباط قد ذهبت إلى هذا الاتفاق على أساس أنها حصلت على اعتراف حكومة ترامب، فبالتالي يكون ضمنيا أن الموقف الإسرائيلي يجاري الموقف الأمريكي في حقبة يعني هل تعتقد سيد الشرقاوي أن الرباط هرولة لتطبيع؟ أعتقد أن بعض المسؤولين في الرباط ركزوا رادارهم أكثر من اللازم على العائد المنشود من البيت الأبيض وكيف سينعكس هذا على قرارات مجلس الأمن بخصوص الصحراء، ولم يركزوا أيضا على الشطر الآخر وهو أين نضع إسرائيل في هذه المعادلة، لا من الناحية السياسية ولا حتى من الناحية الرمزية. والآن نلاحظ أن نتنياهو حصل على ما يريد، وأيضا الآن بعد 30 شهر يماطل ويتحول إلى سمسار
صعب المراس يريد أن يحصل على المزيد من المكاسب. المسألة ليس هناك أي سبب منطقي يبرر تباطؤ نتنياهو الآن في تحديد موقفه من نزاع الصحراء وموقف المغرب من سيادته على الصحراء. إذن هذه مسألة تحصيل وحاصل. إذن الآن يعني ندخل في متاهة أخرى كأننا سنبحث عن مستوى آخر من التطبيع. إذا أردتم أن نقول لكم أين نقف نحن من قضية الصحراء، عليكم يا مغاربة أن تستضيفوا اجتماع النقب وأن تفتحوا النافذة ليرتاح أو يأخذ نتنياهو بعض الأكسجين السياسي. لكنه أيضا ينسى أو يتناسى أن واقع 2020 يختلف تماما عن واقع 2023. نحن الآن بعد القمة العربية وبعد الاتفاق السعودي الإيراني وبعد شروط الرياض واضحة بأنه ينبغي العودة إلى المربع الأول وهو احترام الحق الفلسطيني. فبالتالي ربما ما أراه الآن أن نتنياهو هو من يجوف هذا النسق التطبيعي الإبراهيمي ليس مع المغرب فحسب بل حتى مع الدول الأخرى. وأعتقد أن أغلب العواصم العربية من القاهرة إلى عمان إلى المنامة إلى أبو ظبي كلها الآن في موقف حرج، لا تعرف كيف تعدل بين موقفها من الفلسطينيين وأيضا هذا الرابط الذي أصبح ملعونا وهو رابط التطبيع وهذه الإبراهيمية التي أصبحت نقمة ولم تعد نعمة كما كان يتصورها الذين هرولوا إلى التطبيع قبل عامين.